في الحياة عادة الطيارات مش بتعوم في البحر، صح؟ والعربيات مش بتطير في الهواء، صح؟ غلط. في السينما ده ممكن يكون مش صحيح، لأن العربية اللي هنشوفها دلوقتي هتطير في الهواء طبعا بعد التعديلات، ولما يسوقها سواق طيار مستورد حاجة زي كده. ده من أصعب مشاهد فيلم رحلة حب. حان الآن موعد إقلاع الطائرة. العربية. اضرب اضرب اضرب. حلو ده حلو ده. عدته ده بيروح لازم. شوية شغل حلوين قوي. ها دي العربية اللي هتطير، كل حاجة فيها بتتغير، السقف، الكراسي، وبيدعموها بقوايم حديد من جواها علشان تحافظ على حياة السواق لما تتقلب. وده السواق المكلف بمهمة الطيران بالعربية. طبعا مشاعره في الوقت ده مش ممكن تتوصف، لأنه بعد ثواني ممكن يتكتب له عمر جديد. الناس اللي واقفة دي كلها توعد، كل اللي واقفين دول يوعوا. محدش حرك مكانه في جميع الأحوال. وهنا السواق حس إن في حاجة غلط، فتردد وخاف يطلع الرامب. طبعا ده زود توتر كل الموجودين، الموضوع مش ناقص. محدش يتحرك، محدش يتحرك، محدش يتحرك. دكتور محدش. عادل ارجع مكانك، ارجع مكانك. كمان اوعى البنزين. في قول ورا. قول ورا. سقفوا له يا جماعة بقى، سقفوا له يا جماعة بقى. المشهد ده بس بلغت تكلفته حوالي نص مليون جنيه، هو ثمن العربية اللي اتكسرت وتكاليف إحضار الخبراء الأجانب من الخارج، إلى جانب طبعا تكلفة يوم التصوير العادي. عندي دايركتور شريف مندور دولا مختصر عندي بترولي بيجي سنتري بولاتسين ده الموضوع بالانجليزي او لكم بالفرنساوي. جو مابيل فوغازيني ديوبي لي فوغازيني دي لي غازانا بادو الا بانانا دو الا لا لا او الا لا او عسل. يعني في تطبيق بيتميز بخفة دم غريبة الحقيقة، وموطنه الأصلي آسيا. جنوب شرق.